أنا اليوم لبن الزبادي بصوص مميز. راح تقدميها لعيلتك بضيوفك، ما راح تاخد معك غير 10 دقايق شغل، راح تطلع النتيجة رهيبة. جربيها وراح تدعيلي بالخير. وإذا كنتوا لأول مرة بتشوفوا فيديوهاتي بتمنى تعملوا متابعة، تدعموني بلايكات وتعليقات لأنها مهمة جدا لرفع الصفحة. وإذا حبيت الوصفة بيها مشاركة صفحتك، تعالى نحكي بسم الله ونبدأ. بالبداية سخنت مي، حطيت فيها باكيت معكرونة، ضفت عليه معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة زيت نباتي، وخليتهم 6 دقائق لحد ما تنسلق معي المعكرونة. هيك خلصت المعكرونة سلق. راح احطها بمصفى، احط عليها مي باردة من الحنفية عشان توقف استواء. هلا بقلها حطيت زيت نباتي وحطيت 100 جرام لحمة مفرومة خشنة، راح اخليها لما تستوي. وبس حطيت ملح وفلفل اسود فقط، ما حطيت بصل عليها. هيك استوت معي اللحمة. هلا اصص اللبن، عندي 700 جرام لبن رايب او لبن زبادي، ممكن يزيدوه كمان شوي بس انا حسيتها الكمية مناسبة. معلقتين كبار لبن، واللبنة بتعطي طعم كتير زاكي. 3 معالق كبار طحينية، راح احط عليهم عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة خل ابيض. وبعدين هلا عندي معلقة نعناع ناشف كبيرة، معلقة ملح صغيرة، وبدأ أقدر الملح حسب الرغبة طبعا حسب الطعم. عندي سن توم مهروس ناعم هرسته هيك. بعد هيك حطيت معلقة كبيرة زيت زيتون، وراح اخلط الخليط تماما لحد ما يتجانس معي، يصير هيك بهذا القوام. راح اجيب المعكرونة، طبعا حطيتها تحت المي وغسلتها وخليتها تتصفى كويس. راح انزلها على اللبن واحركها مع اللبن، ويفضل اني اخليها قبل التقديم نص ساعة او ساعة بالثلاجة لحتى تتجانس المكونات وتاخذ من طعم اللبن، تطلع بتشهي كتير زاكي وهي باردة. هيك خلصتها، راح اغلفها واحطها بالثلاجة نص ساعة قبل التقديم. حطيتها نص ساعة بتشرب اللبن وبتاخذ النكهات. هلا انا هيك راح ابلش اقدم فيها. قدمتها بهذا الصحن اللي عندي، راح اوزع عليها اللحمة المفرومة اللي عملتها، وممكن استغني عن اللحمة المفرومة اذا مش موجودة. راح ازينها اكيد بالبقدونس، البقدونس بعطي طعم ومنظر. وعندي شرائح اللوز الارباع، ممكن تحطوا شرائح فستق او اي نوع مكسرات موجود عندكم. وهيك صارت اطيب وازكى سلطة بلبن الزبادي باردة طبعا هي وجاهزة للتقديم. ممكن تقدميها بالبوفيهات او بالعزايم، ما بتاخد معك وقت ابدا وكل الناس بتحبها. هاي الوصفة صارت جاهزة. اذا عجبتك ما تنسي تعملها مشاركة صفحتك، ويعطيكم العافية.